السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مجددا في قناة مالح وحلو مع تيفا في وصفة جديدة اليوم اللي غادي تكون هي تحلية بالشوكولا. كتجي سهلة وزوينة ولذيذة، وفي نفس الوقت كيكون حتى التقديم ديالها مشهي. بقاو معايا باش غادي تشوفوا الوصفة. هنا غادي نحتاج لتر ديال الحليب كامل، غادي نحطوه في واحد لاكاسرول، غنزيد ليه بيضه، عندي 6 المعالق نتاع النشا، 3 المعالق ديال السكر و3 المعالق ديال الشوكولا غبره حلوه الفاني، وعندي الماسكاربون جبن الماسكاربون 250 غرام. طريقه سهله جدا، غادي نضيف المكونات كاملين للحليب، نحركهم مزيان باش يتجانسوا مع بعض. نشا، حاولوا تحطوا المقادير مضبوطين مزيان، لان 6 المعالق ديال النشا الكميه اللازمه باش يتماسك معكم هذا التحليه. الا درتو اكثر غادي تجي قاصحه بزاف. هنا الفاني كي يعزز المذاق ديال الشوكولا. ومن بعد غادي نضيف البيضه كامله، اللي بغى يضيف غير الصفار ممكن تضيفوا غير الصفار. تخلطوها مزيان حتى صافي ما نبقاوش نشوفوا يعني المكونات حبيبات اولا ما متخالطينش مزيان. صافي، ومن بعد غادي نحطها فوق النار حتى تعقد، مع التحريك المستمر بطبيعه الحال، بحيث عندنا النشا. هنا الماسكاربون ما غاديش نضيفو حتى تعقد لنا الكريمه كامله. تستمروا في التحريك. هنا حطيتها فوق النار وغادي نستمر في التحريك حتى تعقد مزيان، ومن بعد نحيدها. حاولوا يكون يعني الكؤوس اللي غديروا فيهم التقديم واجدين، بحيث كديروا واحد الطبقه يعني بسرعه فوق الوجه ديال الكريمه باش تفاداوها ويكون عندكم كريمه ملساء احسن. هنا نستمر في التحريك حتى يندمج مزيان الماسكاربون فيها. صافي حتى تولي على هذا الشكل هذا. اللي بغاها تكون اكثر بالشوكولا ممكن يضيف اكثر الشوكولا او يزيد النوتيلا. هنا عندي البسكويت على كويير، وعندي الحليب بالشوكولا باش غادي نفزك فيه البسكويت باش نبقاو دائما في مذاق الشوكولا. ممكن ديروا القهوه كتجي زوينه معاه. ونستمر حتى نسالي الكؤوس كاملين اللي عندي. هاد الكميه كتعطي واحد العدد كبير ديال كؤوس التحليه بحال هادو كبار. عطاتني 12 كاس، يعني تكون عندكم عراضه اولا كتكون العائله فيها الافراد بزاف، مناسبه جدا هاد التحليه هذه. كميات ديالها عائليه، يعني الحجم عائلي. غادي نضيف انا 2 طبقات ديال البسكويت باش ما تجيش غالبه عليه الكريمه اكثر. ممكن تخليوها بيضه، ما تضيفولهاش لو شوكولا، وديروا 5 المعالق تاع السكر بدل الشوكولا. بدل 3 المعالق تاع السكر غديروا 5، وما تضيفولهاش الشوكولا، تضيفولها الفاني اولا نواه كوكو اولا اي مذاق بغيتوه. البخاليني حتى هو كيجي زوين، يعني نتوما والذوق ديالكم كيفاش بغيتو ديروا لها. اللي ما عندوش الماسكاربون ممكن يعوضوه بكيري. كيري كتجي مزيانه وما فيهاش الملوحه. ديروا 5 الحبات او 6 ديال كيري كافيين.
وهنا غادي نستمر بحال هكا. هنا الطبقة الثانية ديال البسكوي. انا كنحاول لهاد التحليات ما يكونوش حلوين بزاف، كيكونوا مضبوطين في الحلاوه. لان غنضيفوا لهم البسكوي، غنضيفوا لهم الحليب بالشوكولا اللي كنفزقوا فيه البسكوي. يعني نحاولوا ما امكن نضبطوا شويه الحلاوه باش ما نكثروش منها بزاف. وحتى المذاق كيجي حسن لان كنذوقوا المكونات كاملين، ما يبقاش كله غير حلو. هنا غادي نغطي على اخر طبقه ديال البسكوي. نخدمو بسرعه لان كتكون عنده واحد القشره كتخليه بحال كتولي قشره غليظه من الفوق. راكو شايفين تاع الكريمات بحال لا كريم باتيسيير بحال هادي، اي كريمه فيها النشا خصها في الساعه تخدم باش ما تكونش عندها ديك الطبقه الغليظه من الفوق. من بعد ما غادي نساليهم غندردر عليه الشوكولا اللي هو الكاكاو، بغيتو ديروا الكاكاو المر اولا الحلو، وعاد ندخلهم للثلاجه باش من بعد داك الكاكاو غيتندى بالبروده وغيعطي واحد اللون زوين. هنايا من بعد ما ساليتهم درت لهم التزيين بهذه الطريقه هذه اللي كيبقى اختياري لكل واحد. اللون ديال الشوكولا جا بغيون وجا زوين لان خليته في الثلاجه حتى خدا هذا اللون هذا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جمله فيديو تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.